السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصوت واضح؟ أبو راس الله يبارك فيكم. لا يا إيراني. أعوذ بالله أعوذ بالله. أنا اللي كنت أدخل باسم محمود، ولكن أنا كنت شيعي من جنوب العراق، والله هداني إلى التوحيد، إلى عقيدة صحيحة، عقيدة السلف الصالح. نعم، أنس اللي كنت أطلع على قناة صفا. والله هداني أنا وأهلي جميعا. ويكم يا شيعة شغلوا عقولكم، عندكم عقول لو لا؟ حاطين عقول خرفان. الله يبارك فيكم. حاطين عقول خرفان. شغلوا. احنا كنا خرفان قبل. جد كنا. ولكن شوية شغلنا العقل، يعني واحد يفكر ويعرف العقيدة الصحيحة ايش. المهم انا اسف على مقاطعتك يا اخي، الله يبارك فيك. واحب اقول لكل شيعي سواء من العراق او من اي دولة ان يرجع الى القرآن ويفتح اول سورة من القرآن هي الفاتحة، وموجود فيها إياك نعبد وإياك نستعين. ففكر بعقلك شوي وشوف ما معنى العبادة وما معنى الاستعانة، ثم اقلب الصفحة تأتيك سورة البقرة وتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين. اللي يريد يهتدي بالقرآن، وكثير وكثير من الآيات التي تثبت أن العبودية لله وحده عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولو أنتم وأنا ما يفيد وياكم أحكي، يعني حتى القرآن محرفينه، يعني حتى القرآن هاي الآيات ما تفكرون بيها. نعم، جنوب العراق أعوذ بالله، يعني بصراحة ما أريد أذكر منطقة إلى الآن أخوانكم يقتلون ويسجنون ويعتقلون في جنوب العراق إلى الآن، ويرعبون الأطفال. أقسم بالله على كلامي يا أخي. لا أنا أقصد في جنوب العراق، ولا ما أعرف في شمال العراق إيش هاي. فأزيدكم معلومة يا شيعة، أنا من سادة الياسري وأصبحنا كلنا من جنوب العراق، كلنا السنة. يا رافض يا رافض يا قوارض مو رافض يا شيعة. والله العظيم أقسم بالله أنا وأهلي وأقاربي أصبحنا من جنوب العراق سنة موحدين لله. موتوا بغيظكم، موتوا. زين، ظلوا على تشيعكم. والله إذا بقيتوا على هذا الحال ولن تقوم عليكم الحجة، يعني الله أعلم إذا قامت عليكم الحجة في هذه الغرفة والله نار جهنم وبئس المصير، لأن قامت عليكم الحجة. ارجعوا إلى القرآن، وإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. وأنا آسف على الإطالة، جدا آسف والله أحب أن أدخل هذه الغرف المباركة الدعوية التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وما شاء الله ما شاء الله. بس أزيدكم معلومة، قبل سقوط صدام يعني من زمان تسننا. وين سنة والله يا سنة 1993 أنا وأهلي جميعا حاربونا، يعني سبحان الله حاربونا وقالوا علينا نحن وهابية، وعلى مامي يضربوني وكتفوني وقالوا أنت وهابي وتستلم راتب، كثير كثير يعني اعتدوا عليه. فالحمد لله ثابتين على هذه العقيدة مهما كان بنا، وشوي شوية أثرت، ومع العلم يعني كثير كثير أقسم بالله. وإذا كان واحد من العراق بيعرف إيش كانت الدعوة إلى الله في جنوب العراق، في البصرة والناصر ومحافظة الكوت، كثير كثير من تسننوا. يعني لماذا يتسننون؟ يعني حتى المتعصبين من الشيعة يجون للمسجد اللي نصلي به ويتناقشون. اللي أثر بي يا أخي
اثنين من الدعاة السلفيون في منطقتنا جاءوا ويحكون عن التوحيد وعن عذاب جهنم. فأول شيء خلونا نخاف من عذاب جهنم. يعني اجوا منطقة شيعية بزمن صدام ما حد يحاسب أهل السنة، لأن كلمتهم وحدة مثل ما تقول. أي واحد يقولون عليه سني نقول له ايش بيه صدام حسين، يعني كأنما معتدي على رئيس الدولة. وأخي أنا بصراحة لكوني عادل وأقول الحق لا تزعلوا مني، أقسم بالله أقسم بالله في سنة 2003 كانوا كثير من أهل السنة مسجونين في سجن أبو غريب، وكثير عدموا من أهل السنة نعم، وشملهم العفو طلعوا منهم الشيوخ، شيوخ معروفين، وخرجوا من السجن بفضل الله بالعفو يعني. فأيضا كنا مضايقين في جنوب العراق. يعني إذا لقوا كتاب من السعودية، إذا لقوا كتاب من السعودية ها أنتم وهابيون، هاي قبل يعني من لكون صدام عادة الكويت والسعودية فسوى حملة على كل السلفيون، وهذا معروف يمكن سمعتوا بيها كم من أهل السنة سجنوا. فالحمد لله احنا ما يهمنا الحكومات وما يهمنا الرؤساء ولا يهمنا البعثية ولا هاي، احنا علينا بديننا، عقيدتنا السلف الصالح، عقيدتنا التوحيد. توحيد أهم شيء مرضاة الله سبحانه وتعالى. لكم يكفيكم لطم، تقومون يا علي، تجلسون يا علي. زين لو كان موجود في هذا الوقت لذبحكم بسيفه يعني، وما يخليكم يعني جاي تعبدون علي من دون الله سبحانه وتعالى. هل يرضى علي؟ هل كان علي يذكر اسمه في الصلاة؟ صوت واضح؟ هل علي يذكر اسمه في الصلاة؟ لا والله لا يذكر اسمه. هذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هذا دينكم يا شيعة دين خرافة. وأقول لكم إذا كان شيعي هنا يسمعني والله إني لك ناصح، والله نحن نحب أهل البيت ونحبهم أكثر منكم يا شيعة، أكثر منكم نحب أهل البيت. شوفوا كتبكم وارجعوا إلى كتبكم، تقولون على علي بعوضة وعلي دابة الله في الأرض. إيش هذا الكلام؟ ارجع إلى كتب السنة، كل كتب السنة ما يطعنون بأهل البيت، بالعكس كلهم. حتى طيب يا شيعي، إذا في شيعي يكتب رقم 3 أسأله سؤال فقط وانزل من المايك. إذا كان في شيعي يكتب رقم 3 ها 3. طيب بالله عليكم لو كانت عقيدة أهل السنة باطلة، هل مكة مكان مقدس؟ لا ليس تسجيل. مكة المكرمة مكان مقدس لو لا؟ جاوبوني الكل يجاوب. مكة المكرمة مكان مقدس لو لا؟ نعم مكان مقدس. طيب إذا كان مقدس كيف الله يخليهم أهل السنة في بيته؟ ذول اللي اجوا يهدمون الكعبة المشركين الله ما خلاهم بيتهم، يعني الله ما خلاهم بيته. طيب إذا كانت عقيدة أهل السنة باطلة كيف الله يخليهم في بيته وهو أقدس مكان على الأرض، أقدس مكان، وخلى تقام الصلاة الخمس والسديس يم الحرم ما شاء الله. زين والله يعني فكروا شوية، تعبدون تسجدون للقبور للأموات، يعني يا ريت يا ريت يعني والله كله ما ضحكوا علينا وما قشمروا علينا باسم الخميس ونحش اقول لك انا سيد تخيل بختك جدي ولطم يا حسين حيدر حيدر واطم واذبح نفسك وجرح نفسك واضرب بالسيف على راسك. ولك شنو هاي العقيدة الباطلة؟ ولك فكر، ولكم انتم يا شيعة عندكم مساجد في العراق كله؟ ما عندكم مساجد، كلها حسينية أم البنين، حسينية أهل البيت. وقال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. شوف ها والله أني أحس يعني بنفسي من أقول الكلام، يعني كل أدلة من القرآن، كل أدلة من القرآن. يعني فإذا تنازعتم بشيء فردوه إلى الله، يعني القرآن يعني هو الدستور، هو الصحيح،
اقرأوا القرآن. متهن نعم أنا بالعراق وإلى الآن بالعراق ولن أخرج من العراق، وأبقى أدعو إلى الله سبحانه وتعالى في عملي في أي مكان، ولا أخشى إلا الله بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني والله إجاني واحد شيعي يعني متعصب جدا وعلم بي إني من أهل السنة، قال سب أبو بكر وعمر الله راح يوفقك، يعني يلح علي ويعطيني الكتب هاي ما أنزل الله بها من سلطان، وأقرأ كتب. شقرأ من الكتب قصة ألف ليلة وليلة